تعالى اقول لكم النهارده ازاي تعملوا بقلاوه بالقشطه وتطلع احلى من المحلات كمان. مقرمشه من بره طريه من جوه والحشوه تجنن، كريمي وناعمه جدا. شايفين الجمال؟ واظبط طريقه هتعملي بيها البقلاوه بالقشطه. يلا بينا بقى نجهز مع بعض 3 كوبايات كبار من اللبن. هضيف لهم 3 معالق كبار من النشا واقلبهم على البارد وارفعهم على النار لغايه ما يتقلوا. هضيف لهم معلقه كبيره من القشطه او نص كوبايه من الكريمه اللباني واقلبهم مع بعض كويس زي ما انتم شايفين. واول ما تبقبق بالشكل ده بنشيلها من على النار وبفضيها علشان ابردها شويه. تعالي بينا بقى سمنه، يفضل طبعا تكون سمنه نوعيه كويسه علشان تدينا طعم حلو، واسيحها حوالي كوبايه الا ربع. وهنا جبت لفه الجلاش والجلاش يكون طازه، وابتدي اخد ورقتين كده بالطول ورقتين بالعرض زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ومش بندهن ولا بنعمل اي حاجه. تمام، لازم يكون الحرف بتاعي متغطي بالشكل ده عشان لما احط الكريمه ما تطلعش من حرف الصينيه وتلزق وتتبهدل. تمام، حطيت القشطه اللي احنا عملناها، ويفضل تبرد على قد ما تقدري، برديها. وبعدين هنزل الحروف اللي احنا كنا سايبينها بره كده، وابتدي اقفل كويس قوي الصينيه بتاعتي. احط كده وادخل الجوانب لغايه ما اخلص باقي كميه الجلاش اللي احنا كنا قاسمينه نصين، نص اتحط تحت ونص اتحط فوق. وابتدي بعد كده اقطع بالسكينه مربعات، لان الجلاش لازم نقطعه قبل ما ندخله الفرن. تمام، في التوقيت ده انا شغلت الفرن علشان يسخن كويس. جبت السمنه السخنه بس مش مقدوحه، وابتديت اوزعها على الجلاش. ويفضل كمان ان انا اسيبه 10 دقايق لغايه ما يتشرب السمنه كده ويبقى تمام التمام عشان يورق معانا. يلا دخلناه الفرن على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني. وهنا بقى جبت بقى المطحنه بتاعت سكاني، خطيره يا جماعه، تجنن وما شاء الله عليها قويه جدا. هعمل فيها بودره الشاي الكرك. حطيت بقى معلقه كبيره حبهان، معلقه كبيره قرنفل، معلقه كبيره جنزبيل، وحطيت كمان عودين من القرفه، وربع كوبايه شاي ناشف، وكمان كوبايه من اللبن البودر. وهضرب كل ده يا دوبك والله ثواني، اقل من دقيقه، وكانوا بودر خطير. الريحه بقى مش قادره اقول لكم. القرفه الخشب والقرنفل والحبهان اتطحنوا وما بقالهمش اي اثر مع الشاي. شايفين النعومه؟ تحفه. يلا بينا بقى نحطهم في برطمان يكون نظيف وبيتقفل كويس جدا محكم الغلق كده، ونفضي بقى بودره الشاي الكرك عشان يبقى سهل معايا يجي لي اي حد في اي وقت اعمل منه على طول. ريحته تجنن وطعمه خطير. هحط براد على النار فيه حوالي كوبايتين من الميه، واضيف عليهم معلقتين كبار مليانين كده بودره الشاي الكرك، واحط عليهم كمان كوبايه من اللبن. تمام، معلقه كبيره من السكر، حلي زي ما انت عايزه، واسيبهم على النار بقى يغلوا شويه كده مع بعض. الله على الريحه اللي طالعه تجنن بجد. وفي الترمس بقى بتاع الشاي الكرك، شايفين اللون وجماله؟ بجد طعم وريحه خطيره، مش هتندمي ابدا انك عملتيها. تحفه. يلا بينا، احنا كده جاهزين. والجلاش بتاعنا ما شاء الله ما شاء الله، شايفين نفش ازاي في الفرن يا جماعه؟ يجنن يجنن يجنن. اول ما يطلع وهو سخن كده انا بحب اسقي بقى بعسل ابيض. تقدري تسقي بشربات يكون عاملاه تقيل كده بنفس قوام العسل ويكون بارد كمان. زيني باي حاجه متاحه عندك. انا حطيت فستق كده مجروش، ورد محمدي، وبقى جاهز معايا احلى من احلى محل. الله بقى على القرمشه، الله على الطراوه والطعم الكريمي بتاع القشطه، تجنن يا جماعه. يلا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. الفيديو ده ضروري تحفظوه رمضان، وصفه رائعه وكمان مشروب اكتر من روعه. شايفين ادي الشاي الكرك اللي احنا عملناه خطير. تقدري طبعا لو عندك زعفران تزودي زعفران، انا حطيت كده على الوش. ممكن كمان تحطيه في البودر نفسه وانتي بتعمليه على حسب راحتك. يلا ندوق. الله اوه، سمع صوت القرمشه؟ صوصها تحفة. الطعم بقى ايه؟ بسم الله. طعمها تحفة. خطيرة 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 خطيرة. ندوق الشاي كرك. الله، طعمه تحفة. الله الله الله. لازم تجربوها. يلا قول لهم لازم تجربوها. باي باي.